أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أن نسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. ولو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى لجرد عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فاللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع القرماء. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا سيدي يا رسول الله. واتنا إخوة الإيمان والإسلام في كل بقعة من بقاع الأرض أحييكم بتحية الإسلام. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. مواصلة لفقراتنا القرآنية المباركة المعطرة النورانية ليلة التكريم والوداع لفقيد عائلات الأدب والواجب عائلات الأحمدي مرحوم بإذن الله تبارك وتعالى حج عبد أحمدي جاد. الله أسأل أن يجعل هذه الليلة من أسعد لياليه. بسم العائلة الكريمة وباسم الأستاذ إبراهيم عبد أحمدي جاد مدير مدرسة المجفف الإعدادية كابتن أحمد عبد أحمدي جاد حج محمود عبد أحمدي جاد أستاذ عبد المجيد أحمد محمد حج أحمد أبو ريدة أستاذ منير أبو خريبة جميع عموم عائلات الأحمدي قاطبة باسمهم جميعا. أشكر كل من أتى إلى هذا المكان مؤديا واجب العزاء. شكر كل الشكر للقائم على أعمال هذه الليلة القرآنية المباركة تحت إدارة حج السيد أبو خريبة وأولاده. شكر لعميد الصوتيات والمرئيات الذهبية مهندس أحمد يحيى فرج. خدمات الفندقية المتميزة المتر عبد الله عزازي. مصور هذه الليلة القرآنية مهندس أحمد الكردي. واتنا إخوة الإيمان والإسلام هيا بنا يطيب بنا اللقاء أن نلتف حول مأدبة الله في أرضه
ألا وهو القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا علم من أعلام دولة التلاوة، شاب الصاعد الواعد في سماء دولة التلاوة، نبت بيت القرآن الكريم، قارئنا وشيخنا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، قارئ والمقيم بالشهيد أبو رزق بمركز ومدينة ديار بنجم بمحافظة الشرقية. بقلوب خالصة ندعو لفضيلته بالتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا وكذلك
أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. قل إنما أمرت أن أعبد الله قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل
وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم. يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت
وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد آتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. من خواتيم سورة الرعد المدنية: عزف القارئ الكريم على أوتار القلوب بحسن صوته ودقة أدائه وروعة التلاوة. ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، قارئ والمقيم بالشهيد أبو رزق بمركز ومدينة ديار بنجم بمحافظة الشرقية. وكانت هذه التلاوة القرآنية المباركة هي ضمن فقرات هذه الليلة القرآنية، ليلة التكريم والوداع لفقيد عائلات الأدب والواجب عائلات الأحمدي، مرحوم بإذن الله تبارك وتعالى الحج عبد أحمدي جاد. الله أسأل أن يتغمده بواسع الرحمات. باسم العائلة الكريمة وباسم الأستاذ إبراهيم عبد أحمدي جاد مدير مدرسة المجفف الإعدادية، اسم الكابتن أحمد عبد أحمدي جاد، حج محمود عبد أحمدي جاد، بنك التنمية والائتمان الزراعي، استاذ عبد المجيد احمد محمد، حج احمد ابو ريدة، الاستاذ منير ابو خريبة والعائلة الكريمة، اسمهم جميعا. اشكر كل من اتى الى هذا المكان مؤديا واجب العزاء. شكر الهندسة الصوتية والمريات الذهبية ادارة مهندس احمد يحيى فرج والمقيم ببهنباي الزقازيق شرقية. شكر كل الشكر للقائم على اعمال هذه الليلة القرآنية المباركة، عميد الفراشة الذهبية والانارة الحديثة، والقائم على اعمال هذه الليلة القرآنية، كل ذلك تحت ادارة واشراف الحج السيد ابو خريبة واولاده والمقيمين بهذه البلدة الطيبة اهلها المجفف ديار بنجم شرقية. خدمات الفندقية المتميزة، صاحب المذاق العالي والنظافة والادب والاخلاق، ادارة المتر عبد الله عزازي والمقيم بالمجفف ديار بنجم شرقية. سوف تذاع وتشاهد هذه الليلة القرآنية بمشيئة الله تبارك وتعالى على قناة اقمدار المصورين الكردي للحفلات الدينية والاسلامية، ادارة المهندس احمد الكردي والمقيم بمنشأة غالي هي شرقية. بسم العائلة الكريمة اشكر كل من اتى من القادة السياسية والتنفيذية والتشريعية وعمد ومشايخ قرى مركز ومدينة ديار بنجم. الشكر لعائلات ابو زهرة بمظهر الاستاذ احمد ابو زهرة وكل من اتى مؤديا واجب العزاء. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.